ارخص سماعه بلوتوث ممكن تشتريها في مصر. زي ما انت سمعت كده، دي ارخص سماعه بلوتوث فعلا حلوه وفخمه وقيمه مقابل سعر في مصر. السماعه دي من شركه مش معروفه، يعني شركه اسمها مش مشهور، ولكن انا جربتها واتفاجئت من جوده الصوت وجوده البيز اللي فيها، حلوه قوي. السماعه زي ما انت شايف بتيجي كده حاجه من غير اي علبه ولا اي بوكس، ولكن السهل ان انا قعدت الف حوالين نفسي ازاي اخرج السماعه، وطلعت راكبه كده بمنتهى السهوله. حاجه بسيطه خالص، تركب ماجنتيك فبتخرج السماعتين، تلاقي الشاشه بتاعتها نورت زي ما انت شايف، وبتكتب لك نسبه البطاريه ونسبه البطاريه في اليمين وفي الشمال. يعني لما اجي احط السماعات في البوكس كده كده اهو، لما اجي احطها كده في البوكس، بص بيكتب لك الرايت والليفت ونسبه البطاريه بتاعت البوكس نفسه. دي حاجه حلوه قوي، ومكتوب على العلبة إنها بتقعد 5 ساعات متواصلة، ولكن أي حاجة من الحاجات الصيني دي ما تصدقش الكلام المكتوب. لكن في التجربة الفعلية قعدت معايا يوم مستريح وما كنتش حاسس بأي مشاكل وتمام يعني. أدي السماعات وأدي شكلها في الود. وأحلى حاجة إن مفيش تاتش باد أو أي أزرار على السماعة، على جسم السماعة نفسه، وده أنا بصراحة ما بحبوش في الإيربودز، لأن أنت ممكن تبقى بتقلعها فتدوس على حاجة غلط تعمل كول كده يعني. السماعة بيجي فيها 2 مايك و2 نوتيفيكيشن LED علشان البير. شكلها حلو مناسب، ولكن شايفه مناسب للبنات اكتر من الولاد يعني. لونها حلو، وللاسف مفيش منها الوان غير اللون العجيب ده. تجربتي ليها كانت تجربة كويسة وسعرها منخفض. لو عايز تعرف سعرها سيب لي كومنت وهقول لك سعرها كام ومكان الشراء. ده كان كل اللي عندي، بس تعال اقول لك لو انت عايز تعرف